مش عارف والله اقول ايه. يعني انتهى ماتش الاهلي 2-1. مش عارف ده مكسب ولا مكسب للوداد ولا للاهلي، ولا ممكن نتفق بقى ونختلف. يعني في ناس تقول لا ده الحكم حلو، لا وحش، لا الاهلي كان حلو، لا. هو كل اللي انا متاكد منه ان الاهلي كان حلو. الاهلي كان كويس، كان اداء عالي، كانت اللعيبه بتلعب بروح والكلام ده كله. وارد يحصل هفوه او غلطه، وارد. وارد. لكن بالنسبة لي اللي مش وارد هو يعني كولر. انت عامل زي اللي بيعمل طبخة حلوة وبيجي على شوية ملح. طبعا انا مش حابب ان هو الانتقاد، يعني طول ما احنا كويسين فكولر كويس وخلاص يعني. النتيجة الى حد ما مش افضل حاجة، فنبتدي بقى ساعتها بقى ايه. ده اللعيبة محمد شريف ما كانش حلو، لا ده كان كهربا كان المفروض يبقى مين مكان مين، لا مش عارف. مش ده اللي حابب اعمله بصراحة، بس اللي حابب اقوله ان يا جماعه احنا مش بنلعب. الاهلي ما كانش بيلعب نفسه، احنا بنلعب في ماتش نهائي. ماتش نهائي. يعني مش بنلعب نفسنا في وداد. في وداد، ووداد ده معاه مدرب كويس. الوداد ده برضو ظروفه لحد ما مشابهه لينا احنا. يعني الوداد ده صعد برضو من المجموعه بتاعته بصعوبه، وما كانش المفروض هيصعد. نفس اللي حصل معانا على فكره يعني. عنده عيوب وعنده مزايا، نفس الكلام. احنا عندنا مزايا وعندنا عيوب. الفرص متكافئة يعني إلى حد ما. يعني أنا هحط نفسي مكان المشجع الودادي مثلا، أو اللي بيشجع الوداد، أو أي حد مغربي مثلا ممكن يكون بيشجع الوداد. لا هو يعني، ما هو أنا برضو عشان يعني أنا بتفرج على الماتش الأهلي جاب جون. لا ليه؟ احنا مش رايحين نخسر، احنا رايحين، احنا فرقة قوية. طب الاهلي جاب التاني برضو ليه؟ انتوا الفرقة اتهزت ليه؟ لا لازم نقف، لازم ما يخشش فينا التالت، لازم. ده الطبيعي يا جماعة. احنا مش بنلعب في الدوري المصري هنا، احنا مش بنلعب الطلايع ولا الكلام ده، لا. ده ماتش نهائي، ماتش افريقي. ف يعني بلاش ان احنا اللعيبة وحشة، المدرب وحش فلان. ده ماتش نهائي. ومن ماتشين احنا عملنا نتيجة الى حد ما ايجابية. بس احنا كمان احنا رايحين على ارضهم. الوداد قادر ان هو يجيب فينا جون واتنين، واحنا نفس الكلام احنا قادرين هناك نجيب جون واتنين. وزي ما كل حاجة لها مزايا وعيب. احنا كان المزايا عندنا ان احنا بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا. لكن العيب هو اننا الجون فينا هيبقى هيعمل لنا مشاكل. الجون فينا في حالة التعادل بجونين، هناك ما ينفعش اخسر 1-0، هناك لازم اجيب جون. ما ينفعش ارتكن ان انا اطلع 0-0، لان الوداد بنسبة تتخطى 60% قادر فيها يجيب جون. فلازم انا كمان قادر اجيب فيه جوان. فلازم العب على النقطة دي. لكن السؤال الصح هو انا ازاي هجيب الجون؟ ازاي هجيب الجون؟ انا عندي عيوب. العيوب دي لازم اشتغل عليها. العيوب دي في مدرب. المدرب التغييرات بتتأخر. انا وانا بتفرج على الماتش، انا يعني انا في الدقيقة في اخر 10 دقايق او في الدقيقة 86 تحديدا، انا اللي كنت يعني حتى لما كنت بتفرج بقول يا جماعة لا. إيه، كنت خايف مع ان احنا ماسكين كورة ويعني هناك بنهدد او بنهاجم. لكن الجون بيجي في ثانية. أنا المشكلة اللي حصلت عندي في آخر الوقت هو إن الماتش مهداش، الريتم ما اتبطأش. في حين إن أنا يعني من المتوقع إن أنا الوداد هيهاجمني في آخر الوقت. فأنا ممكن أستغل زي بالظبط الجون التاني لما أنا استغليت كان الوداد عندي في ملعبي، وأنا مرة واحدة نقلت الكورة بشكل اكيد متمرنين عليه. لكن الاول عندي او الاولويه عندي كانت تبقى للدفاع. زي ما انا ماشي طول الماتش انا دافع كويس. قبل ما الجون التاني يجي كان الوداد اصلا في نص ملعبنا وكان بيحاول يهاجم وبيحاول يعوض. بس انا عشان واقف صح، انا عشان كفرقه واقف صح. واقف صح دي بقى بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على اللياقه. طبعا انا كان عندي اللياقه ساعتها. ما كانش حمدي واقع، ما كانش واقع، ما كانش يعني كان في حاجات كتير ممكن نقولها، بس انا مش حابب اتكلم اللي هو بعد ما خسرنا. فاللي هو ايه يعني، خلاص بقى طالما خسرنا يبقى كل واحد بقى يعمل ناصح ويقول كان وكان ولازم ولازم. لكن والله ده الكلام اللي كنا بنقوله وقتها. في وقت من الاوقات انا كسبان جونين، انا كسبان فرق جونين. طب انا محتاج ايه من الماتش ده؟ لا انا ممكن انزل محمد شريف. سرعات، تحركات، هيعمل الحاجات ديت عن كهربا. الفرقة خلاص هما يعني مهما كانوا. مهما كانت فرقة الوداد يعني إلى حد ما يعني مش موجودة بعد الجون التاني ده.
إلا إنها تواجدت بالمناسبة بعد الكرة اللي اتشاطت، اللي خبطت في العارضة وطلعت، وده كان تحذير. يعني كان لازم الأهلي يفوق من بعد الكرة دي، ومن قبلها كمان كان في كرة مصطفى شوبير شالها بالعكسية، اللي بالمناسبة عمل ماتش كويس جدا. أنا كان كأهلي كنت لازم أكمل وقفة صح، أكمل وقفة صح ديت. لا، أنا بلعب طول الماتش، أنا بلعب ضغط طول الماتش، يمكن في 10 دقايق متوزعين على طول المباراة، إن أنا هديت رتم الضغط. لكن في النهاية أنا كنت بضغط. أنا كان عندي حمدي، كان ممكن أستبدله، كان السولية كان ممكن يبقى ليه دور، أحمد عبد القادر كان ممكن يبقى ليه دور. بس يعني حتى كمان أنا التغييرات ده يعني لما حسين الشحات إن أنا هطلع، طبعا أنا كنت ناوي أطلع حسين الشحات وأنزل أحمد عبد القادر على أساس يمسك كورة، وهم بقى خلاص هيتقدموا شوية، هيبقوا عايزين يطلعوا بنتيجة إيجابية. فأنا كنت هلعب على النقطة دي، كنت هنزل محمد شريف في السرعات، وأحمد عبد القادر يلعب، يمسك كورة، ممكن يطلع بكورة بهجمة ترقيصة بسرعة بكلام زي كده. طب أنا شفت بعينيا قبل ما هم ينزلوا، هم لسه على الخط، الجون دخل فيا. أنا لازم حساباتي تتغير. هنزل محمد شريف هيعمل إيه؟ محمد شريف خلاص الميزه اللي انا كنت عايزها منه، وهي يعني انا منزله متاخر، انا منزله في اخر 5 دقايق. طب الميزه اللي انا كنت عايزها منه، اللي اتحرك في سرعات وفي مساحات وكلام زي كده، ما عادش في مساحات. هما جابوا الجون وهيناموا ورا، هنزل محمد شريف يعمل ايه؟ طب لا، ده في الوقت ده بقى انا كنت محتاج كهربا، ممكن يمسك كوره، ممكن يتقل على كوره، ممكن ياخد ضربه جزاء. انا بقولش ان ده كان هيحصل، انا بقول ان ده يعني الحسبه، يعني انا بحسب الحاجه قبل ما بعملها، فانا عندي وجهه نظر من الحاجه اللي بعملها. ف يعني محمد شريف نزل، طيب احمد عبد القادر يعني هيمسك الكرة، انا محتاج في الوقت ده ان انا اقعد امسك الكرة انا في الوقت ده بقى خلاص انا بلعب على ان انا يعني كرة بتترمي قدام، كرة حد بيضغط ياخد الكرة التانية. يعني ده اللي انا شايفه صح يعني. لكن اللي حصل يعني ما مش عارف، هو كولر لازم يشتغل على نفسه في النقطة دي بصراحة. يعني حتة التغييرات ديت هي مشكلة لازم يشوف لها حل، يعني ما حد يفكرك، يعني يعني الوقت بيعدي منك طول الماتش ما بتفتكرش ان في تغيير. عندك حمدي فتحي عمل ماتش كبير جدا. يعني مروان عطية، هو الجون جه نتيجة ان في مفيش تمركز مظبوط، مفيش تركيز. كان في كام واحد من الوداد وكام واحد عندنا من الاهلي في الدفاع، وكان قبلها بهجمة او اتنين كان الوداد برضه نفس الكلام، ما كانش في حد من لعيبة الاهلي كتير. فانا بتعمل عليها ازاي المرتدات دي؟ انا خلاص انا عملت نتيجة ايجابية. كان لازم، انا لو بضغط بنسبة 90% من قدام، لا أنا خلاص انا في اخر 10 دقايق، انا لازم أأمن قوي. ولما يجيني الوداد في ملعبي ساعتها ابتدى انا العب. انما انا خلاص مش مضطر ان انا اروح اباغت ليه. انا مش انا عشان اجيب الهدف الثالث، عشان تبقى 3-0، انا في ده احتمالية، بس في احتمالية تانية ان انا ممكن يجي فيها جون. انا مش مضطر، انا مش مضطر، انا لازم اهاجم عشان اجيب الجون التالت ده بنسبة 50%، 40%، لكن مش بنسبة 70 و80% زي اللي حصل، لدرجة ان يجي عليها مرتدة. انا ما يعني لعبتي ما كانش في تمركز ورا، ومعلول طلع الكرة متسربع في الكرة فطلعها بيمينه. مش مشكلة، ما هي ممكن تطلع على طرف من الأطراف، مش مشكلة، مش هقول حاجة. بس كانت النتيجة إن أنا ما عنديش لعيب. ديانج واقف، مفيش مروان عطية مش واقف بعده، عدت الكرة رجعت لورا، هو واقف بس مش واقف مروان عطية. التمركز ده جاي من التركيز، من اللياقة، خلاص اللعيبة وقعت. أنا محتاج في آخر وقت ده اللعيبة تشيل بعضها، مش محتاج بقى ساعتها أقول مين غلطان ومين صح، مين واقف مكانه صح. لأ، أنا في التوقيتات ديت أنا محتاج الفرقة بقى خلاص تبقى متمركزة. أنا شفت أول ما الوداد جاب الجون وهي على الورق خسرانة، يعني خسرانة 2-1. طبعا هي النتيجة إيجابية يعني للفرقتين، أنا مش عارف أقول مين بصراحة اللي خسر، أنا مش عارف. يعني شفت الوداد مش متساعد، خلاص أنا خدت من الماتش اللي أنا عايزه. كان لازم الأهلي يعمل كده، كان لازم الأهلي يفكر زي ما هما فكروا، يقول أنا خدت من الماتش اللي أنا عايزه. الماتش اللي أنا عايزه خدت 2-0، ده اللي أنا عايزه. أي حاجة تيجي بعد كده هي أوبشن بالنسبة لي، هي أوبشن مش ضرورة. مش إن أنا لازم أروح وهاجم، مش إن أنا أسيب أكشف الدنيا عندي ورا. ربنا سترها معايا مرة واتنين، طب خلاص أنا مستني إيه تاني؟ ما ده تحذير، كان لازم الجهاز الفني يتدخل.
ان شاء الله في ماتش تاني هو اللي هيحسم. زي ما قلت، الوداد قادر يجيب اجوان والاهلي قادر يجيب اجوان. الناس حسيت ان لعيبه الاهلي هبطت ومعنويا نزلت ومتضايقين لا. لا، ليه؟ لا، احنا لسه. ده بل بالعكس، انا طالع، انا عامل نتيجه ايجابيه على ملعبي. خلاص، مش مشكله. انا ما طلعتش، كنت ممكن اقول 0-0 احسن. بس على فكره برضو 2-1 مش وحشه، لان انا قادر اجيب اجوان. انا مش رايح هناك عشان اتعادل والعب على 0-0. لا، انا رايح اعمل حساب ان ممكن يجي فيها جون. بس انا كمان هلعب ان اجيب الجون، بس اجيب الجون ازاي؟ هي دي الفكره وهي دي الصعوبه. انا اروح هناك محتاج شخصيه، محتاج اللعيبه تتحضر ذهنيا كويس للمواقف اللي هتقابلها. انا هقابل هناك ضغط. بس بالمناسبه انا عندي كمان فرصه ان انا اقدر اخطف الوداد، ومش صعب. الجون التاني اللي احنا جايبينه هو جاي بالطريقه دي. كان الوداد في نص ملعبنا استدرجناهم، وكنا قبل الكرة ديت بنطلع الكرة تحت ضغط مش كويس، او بنوهمهم اننا بنطلعها مش كويس. فشجعناهم اكتر ان هم يضغطوا علينا، وبالتالي الكرة اترمت قدام بالعكس لحسين. ربنا كرمه جت. انا كان لازم اتدخل من بدري. انا لقيت كرة في العارضة. الله، كرة مصطفى شوبير شايلها، عمل بالنسبة ماتش هايل. وبيثبت ان هو عنده شخصية، ويعني هيبقى لعيب كبير في المستقبل ان شاء الله. هنعتمد عليه سواء في الاهلي او في المنتخب ان شاء الله. فخير ان شاء الله خير. محتاجين بس اللعيبة تتحضر ذهنيا، نلعب على اننا نعرف نجيب الجون ازاي. خير ان شاء الله. بالتوفيق للنادي الاهلي، وربنا يكرم النادي الاهلي ونحقق البطولة دي ان شاء الله باذن الله.